عضل الولي تحكم ولا حماية؟ تعالوا نفهم الموضوع في ضوء الشريعة والقانون. هل ممكن بنت تتمنع من الجواز من شخص كفء شرعا بس علشان خاطر أبوها أو أخوها مش عاجبهم؟ ولو حصل البنت تعمل إيه؟ وهل ده اسمه حماية ولا اسمه تحكم؟ الموضوع ده في الشريعة اسمه عضل الولي. وخلينا أقول لحضراتكم من أول ثانية، العضل حرام شرعا ومخالف للقانون. بس خليني أشرح الموضوع ببساطة ووضوح. أولا، يعني إيه عضل الولي؟ العضل هو إن الولي يمنع البنت من الجواز من شخص كفء شرعا من غير سبب معتبر. يعني البنت موافقة والشخص مناسب وكفء، بس الولي رافض لأنه مش عاجبه، أو علشان خلاف شخصي، أو علشان طمعان في مرتب البنت، أو علشان في شقاق بينه وبين زوجته، أو علشان في خلافات كتيرة بينه وبين طليقته ومانع البنت من الجواز علشان أي أمور كيدية، أو علشان أي سبب آخر غير مبرر. أهو القرآن الكريم حسم المسألة دي بوضوح في قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وجات السنة النبوية كمان وقالت في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كمان جمهور الفقهاء متفق على إن العضل حرام شرعا ويسقط ولاية الولي الظالم وتنتقل الولاية لغيره. كمان الناحية القانونية، فالقانون المصري بيحترم الولاية لكن بيمنع التسلط، وبيفرق بين حالتين مهمتين جدا لازم الناس تفهمهم. الحالة الأولى لو البنت بالغة راشدة، فمن حقها توكيل من تشاء بالزواج، يعني من حقها تختار وتتجوز بكامل إرادتها، ومش من حق الولي يعطلها، ولو رافض ممكن تزوج نفسها إذا كانت سيد أو توكل غيره إن كانت بكر. أما الحالة التانية لو البنت قاصرة، فالموضوع هنا بيحتاج تدخل محكمة الأسرة بإقامة دعوة اسمها دعوة عضل الولي، وبتطلب فيها البنت أو من ينوب عنها أن تثبت المحكمة إن الولي بيتعنت، وساعتها القاضي يعزل الولي ويعين ولي غيره يتولى تزويج القاصرة. وإن لم تجد المحكمة من يحل محل الولي، أصبحت المحكمة هي الولي في الزواج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي حالات حصلت فعلا وصدرت أحكام من محاكم الأسرة في مصر عزلت فيها الولي بعد ثبوت العضل، وزوجت القاصرة بمن تراه كفءا، لأن القانون مش بيحمي التحكم، القانون بيحمي البنت من الظلم حتى لو الظلم ده جاي من أقرب الناس ليها. الخلاصة، لو كنت